اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. نبدا يومنا بالصلاه على النبي. يا صباح الفل والياسمين على احلى اخوات في الدنيا وعيلتي التانية، ويوم جديد معانا وروتين جديد. النهارده بقى قررت ان انا بقالي من ايام العيد وانا ما شلتش فرشه العيد لسه زي ما هي. ما بحبش اشيلها على طول، بحب اسيب فرش العيد كده اللي انا تعب العيد ده كله ما اشيلهوش بعد العيد باسبوع، لا انا سايباه. بحس بالفرحة كده والتعب اللي انا عملته ايام العيد ده كله. فالنهاردة قررت بقى اللي انا ارتب الدنيا كده علشان الصيف دخل علينا والجو حرر، وشلت الفرش كده. فتحت البلكونة بتاعتي لقيت البلكونة بقى فيها شمس، والشمس حلوة النهاردة، يعني شمس وهوا ما شاء الله على الجو. يعني طلعت بقى المخدات بتاع السراير الصغيرة بتاع الأطفال في الشمس كده علشان الأوضة دي اللي أنا هرتبها النهاردة. هتحسوا من الفيديو اللي هو ترويق عميق للأوضة، بس مش هياخد مننا وقت خالص وخفيف. ليه؟ علشان اللي احنا مروقين ترويقة العيد وكل حاجة سهلة علينا. مفيش بس إلا الأوضة مكركبة شوية، حاجات على الأرض علشان بس الحلوين حبايب الله اللي معايا، فما بيسيبوش حاجة في حالها. كل حتة هتلاقوا فيها ورق لأن هما بيحبوا يقطعوا الورق. والكراسي اللي معاهم والحضانة والكراسي بتاع الحضانة بتاع مكة القديمة ما بيحبوهاش يسيبوها كده في مكانها او يسيبوها سليمة او يكتبوا فيها سليمة، لا لا لا، لازم بالشكل ده. شايفين يعني الشيبسيهات ده؟ يعني دي قعدتنا فيها بالليل. سبناها بقى، قلت اروقها انا الصبح بقى وهقلبها كده، وهشيل الفرش دي اصلا واخفف الفرش على السيراميك علشان الجو حرر. الحتة دي اللي هي ما بين الفريزر والسراير فيها مشايتين، دول بيغطوا من البلاط كله علشان ده بيدفي الأوضة في الشتاء. فانا شلتهم بقى، تمام، شلتهم ونفضتهم الزبالة اللي عليها والورق والاكياس. نفضتها كده والباقي في البلكونة وحطيتها على السور. كده كده هنفضها كويس وهلمها وهسيبها كده. لما اجي افرشهم تاني هغسلهم على دخلة الشتاء بقى ان شاء الله. ربنا يدينا ويدوك الصحة يا رب وطولة العمر. واللي هي في الطرقة الصغيرة دي شلتها برضو، اللي هي ما بين السر والتسريحة. كنست بقى كل حاجة، وشلت الفريزر ده على فكرة وكنست وراه. ما كانش وراه حاجة، كان في وراه بس مية كده. كانت الفريزر كان من الحر باين كان مفتوح ونزل مية وراه. شلت بقى الكومودينو ده، كل ده انا شايلاه اصلا في العيد وكنسة تحته. بس الكومودينو ساعات بيخش وراه كده لانه بيتحرك، العيال بيحركوه. اللهم صل على النبي. لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو ما تنسونيش في اللايك يا حبايب قلبي، وهنتشجع ان شاء الله مع بعض وتستفادوا من الفيديو ده باي فكرة تطلعوا بيها، وتصلوا على النبي وتعملوا الاشتراك لو انتوا لسه ما اشتركتوش في القناة عشان يوصل لكم كل جديد يا حبايب قلبي. انا قلت بقى قبل ما امسح الاوضة بعد الكنيس اروق البلكونة علشان لو مسحت الاوضة يعني ايه مفيش حاجه من البلكونه تخش على الاوضه وهي مفتوحه. كده كده هخلص البلكونه وبعدين امسح الاوضه. كان في بقى هدوم على البلكونه قلت اشيلها وشلتها. ورحت بقى غسلت مليت البانيو وغسلت الحصرتين بتوعه دول بتاع الانتريو بتاع الصاله، ونشرتهم وهينشفوا في ساعتها علشان افرشهم. كنت بروق الصاله والانتريه بعد الاوضه دي في اخر اليوم ان شاء الله. فقلت اروق بقى البلكونه. بصراحه يا جماعه اللي بيزبل البلكونه عندي دي ويبهدلها الثوم اللي في البلكونه البصل العيال مش بيسيبوه في حاله، بيقشروه كده وبيقعدوا يلعبوا فيه لو دخل البلكونه. بس انا على طول قافله البلكونه، بقيت بقفلها عشان بقيت بخف كراسي البلكونه دي فيها العيال بيبصوا. فكده كده اصلا والهوا وكده القشر بتاع البصل بيبهدل البلكونه. على طول بمسحها، بكنسها وبمسحها علشان بنقعد فيها بالليل او وقفنا فيها او فتحنا البلكونه الهواء ما يدخلش قشر البصل ده جوه في الاوضه. فكنستها بقى ولميت المشابك اللي فيها للعيال مبعترينها. ودخلت بقى الشنطه بتاع السوق دي مش بستعملها لان السوق عندنا والشوارع عندنا متكسره فما بترضاش تمشي في الشوارع اللي عندنا ما شاء الله. وشلت بقى الكراسي دخلتها جوه، وجبت بقى حبة مية كده. انا بحب اغسلها كده
البلكونه بتاعتي انا برتاح لما بغسلها كده، بحس كده اللي انا اللي بتغسل بصراحه. يعني اكني البلكونه والمطبخ لو نضاف بحس ان الشقه كلها نضيفه. مين زي كده يا جماعه؟ مين زي لما البلكونه والمطبخ بيكونوا نضاف بنحس ان الشقه كلها نضيفه. انا بحب اغسلها كده بالميه بالبتاع، ما بحبش اغسلها بالجردل والشرشوبه. والحيطان عندي ما شاء الله عليها سيراميك، دي احلى حاجه فيها اللي انا بغسلهم كلهم مره واحده على الحيطه والارضيه البلكونه، وبتبقى طراوه كده بالليل بنقعد فيها بتبقى نضيفه. دخلت بقى الاوضه مسحتها بقى بالمره بمعطر فريدة بتاع المسيح اللي هي ريحة النظافة دي يا جماعة، ريحته تحفة تحفة. ما بجيبش غير المعطر ده بتاع فريدة اللي هو اسمه ريحة النظافة ده. معرفتش اصور لكم حلو واثبت التليفون لان الستاند اتكسر، وهجيب امير والزقه ان شاء الله. مسحتها بقى وسبت، شغلت المروحه ونشفت بسرعه، وفرشت بقى حاجه خفيفه اللي هي بديل السجاده المشايه دي والمدوره دي عند البلكونه. وحطيت واحده صغنطوطه خالص كده مشايه ما بين السرير والتسريحة هناك عند البلكونة في الجنب، وعطرتها بقى وبخرتها. تنظيف الأوضة أخد مننا حاجة؟ ما أخدش مننا حاجة خالص. والمشايات غسلتها ونشفتها في المجفف وهي هتنشف على طول، والحصر هتنشف على طول، وهفرشها لما اروق الصالة في الصالة وفي الانتريه. وبس كده يا حبايب قلبي، يا رب يكون الفيديو استفدتوا منه وعجبكم وكان خفيف عليكم. استنوني في فيديو جديد يا حبايب قلبي. سلام.